السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. نتكلم في حلقة اليوم عن ما تضمنه الإعلان الدستوري، النقاط العامة أو الضوابط العامة التي اعتمدها الإعلان الدستوري، وهي إعلان بالنسبة للمحافظة على اسم الجمهورية العربية السورية. إذا كافة الدساتير السورية التي تشكلت منذ عام 1920 حتى الدستور الأخير كلها تضمنت اسم الدولة السورية هي الجمهورية العربية السورية. من قبل كانت أيضا تتضمن تلك الدساتير دين الدولة الإسلام، الآن أبدلت بأن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام. بالنسبة لموضوع تشكيل الأحزاب، الشرط الأساسي في تشكيل الأحزاب موضوع الانتماء الوطني، أن تكون هذه الأحزاب أحزاب وطنية غير مرتبطة بالخارج وغير مرتبطة بأفكار مستوردة أيضا من الخارج. بالنسبة للنقاط الأساسية التي تتعلق في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. بالنسبة للسلطة التشريعية وهي التي يمثلها مجلس الشعب، يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الشعب، لكن الرئيس أحمد الشارع أحدث تغييرا في هذا البند واكتفى بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، والثلثين الباقين يقوم بتعيينها مجلس مؤتمر الحوار الوطني، أيضا من خلال انتخابات تتم ضمن هذا المؤتمر. بالنسبة للسلطة التنفيذية وهي مجلس الوزراء، يتولى الرئيس أحمد الشارع رئاسة مجلس الوزراء، ويعتمد على الغالب بالوزراء الموجودين حاليا. يمكن أن يحدث بعض التغييرات في بعض الوزارات، وأيضا ممكن بعض الوزارات التي لم تفتح أو تباشر عملها إلى حد الآن ممكن أن تباشر عملها. أما رئاسة أيضا السلطة التنفيذية تعود أيضا لرئيس أحمد الشارع. بالنسبة للسلطة القضائية، السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة. أيضا تتضمن موضوع السلطة القضائية إسقاط كافة المحاكم والقوانين التي تعود إلى أيام النظام البائد. موضوع الحريات العامة أخوتي، الحريات أيضا منح حريات ضمن ضوابط، يعني الحريات التي يتمتع فيها المواطن السوري تكون ضمن ضوابط محددة حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى. أيضا احترام موضوع دور المرأة أيضا في سوريا الجديدة وممارسة نشاطها السياسي والاقتصادي وما شابه ذلك. أيضا بالنسبة لحرية الاعتقاد وحرية والحرية السياسية، بالإضافة للاعتماد على الموضوع الفقه الإسلامي كمرجع كأحد مصادر التشريع داخل الدولة السورية الجديدة. طبعا هذا ما تضمنه تقريبا الإعلان الدستوري. هذه السلطات واسعة جدا طبعا إخوتي لرئاسة الجمهورية، لكن هذه المرحلة الانتقالية كونها انتقالية يمكن القبول بهذا الشكل من السلطات التي يتمتع فيها رئيس الجمهورية، لكن إن شاء الله بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لابد من تعديل في سلطات رئيس الجمهورية. أيضا المرحلة الانتقالية أخوتي تستمر فترة 5 سنوات. طبعا الحالة الأمنية في سوريا، عدم الاستقرار الأمني وموضوع الخدمات، الجانب الاقتصادي السياسي، كلها مسوقات لقبول هذا الإعلان الدستوري ضمن المرحلة الانتقالية. أيضا موضوع العدالة الانتقالية أيضا تضمنها الإعلان الدستوري، وهي أيضا محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، بالإضافة إلى تكريم أهالي الشهداء. تقريبا هذا ما تضمنه الإعلان الدستوري إخوتي. نتمنى أن يجعل الله فيه خيرا للشعب السوري ولسوريا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.